النهارده هنتكلم عن تشريح لبلوزة كيمونو تحفة، وفيها قصة من الكتف وفيها كشكشة في الكم. هي طلعت من خط الكتف 1 سنتي ومدت على امتداده وعملت نص دوران الاسورة، وكمان عملت الكيرف اللي في الجنب. وكمان بقى هتعمل القصة اللي في نص الكتف مع تصرفها مع بنسة الوسط، وعدلت خط الكتف وشالت الزيادة. التشريح بقى ازاي؟ هي جت على خط نصف الكم اللي هو على امتداد الكتف، وعملت من 6 ل7 تشريحات على امتداده وفي اتجاه القصة. وبعد كده حطت على القماش، وحطت ما بين كل شريحة والتانية حوالي من 3 ل4 سنتي. احنا متفقين ان البلوزة ديت ان الامام زي الخلف، اذا انا هطلع من الامام الخلف. هي دلوقتي هتقص على مجوز مفتوح القصة ديت، وكمان احنا عايزين واحنا بنقصه يكون تقو ما بين كل قصة وقصة، عشان لما نحاول نرجعها تاني لقصها لمكانها، يعني للقصة قبل التشريح. خلاص. في الجزء التاني ده هيتحط على قماش، الجزء دوت هي قصته على مجوز مقفول، عشان الجزء اللي في النص في الامام مقفول، وهكذا في الخلف. فهتطلع منه بقى تحطه برضو على قماش مجوز مقفول عشان تطلع منه الجزء بتاع الخلف. هتعدل عليه رقبة الخلف. المهم بقى هنا النوتش او الطقو اللي هي هتعمله دلوقتي علشان تبدأ ترجع القصة لمكانها. ايوه، النوتش ده مهم جدا 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 علشان القصه ما تطلعش وتنزل منك. ايوه، اللي بتعمله دلوقتي علشان ترجع مكان القصه لمكانها. خلاص. وهتسيب حوالين كل القصه، حوالين القصه 1 سنتي من كل ناحيه علشان مسافات الخياطه. خلاص. هتبدأ بقى تقفل البلوزة، وده الفاينل لوك بتاعها. البلوزة تحفة جدا وجميلة، واحنا لما نيجي ننفذ اي موديل لازم نبص على ان الامام النصين الامام شبه بعض ولا مش شبه بعض. اسيبكم بقى في رعاية الله.